هو الفراعنة كانوا بجد سحرة متصلين بالجن ولا كانوا علماء وباحثين؟ عشان نجاوب على السؤال دوت تعالوا أحكي لكم حكاية الساحر ديدي. في زمن الفراعنة تحديدا أيام الملك خوفو، الراجل الفخم ده اللي بنى أكبر وأعظم عجيبة من عجائب الدنيا السبعة حسب ما نعتقد، يعني عشان إخواننا بتوع نظرية الفضائيين ما يزعلوش. الملك خوفو كان قاعد في قصره زهقان. تخيل يا مؤمن تقعد ترص أكتر من 2 مليون و300 ألف حجر فوق بعض. إيه الزهق ده؟ راح منادي على الواد جدف حور ابنه وقال له: يا ابني انا زهقت من الحجاره والتراب والاهرامات، عايزين شويه اكشن كده، ما تشوف لنا السحر بيقول ايه اليومين دول. راح رادد عليه الواد جدف حور وقال له: عمرك اطول من عمري يا مولاي، اما سمعت لك عن سحر عجيب اليومين اللي فاتوا دولت، حاجه تطير العقل. راجل عنده 110 سنه بياكل في اليوم الواحد 500 رغيف كتف بقره و100 جره بيره، وفي مره هجم عليه اسد وهو قاعد بيتعبى. قام باصص للاسد في عينه وقال له: قلت له اضرب يا ولد، اضرب يا ولد. راح الاسد قلب قطه وقعد يتمسح فيه ويلحسه ووطى لا مؤاخذه واداله ظهره، وقام الراجل لا مؤاخذه ركب فوقيه. لا مش كده وبس، ده الاسد فضل ماشي بيه لحد ما وصله لحد بيته ولحد سيره ونيمه عليه. وفي الاخر الاسد وقف الناحيه التانيه وعمل له باي باي. انبهر خوفه وقال له: يا راجل، يا ريت حاجات على قد كده وبس يا مولاي، انا سمعت انه بيرجع روس الناس المقطوعه، بيعرف اسرار الحكمه اللي مفيش غيره يعرفها ابدا. في اللحظه دي قدر جدف حور يشد انتباه خوفه. ساكن فين يا ابن الساحر ده؟ العجيب اللي كان ساكن في الفيوم، بلد المداح، حماده هلال على مظبوط شباب بدوت. ما علينا. راح جدف حور ورجع بالساحر ببلاط الملك. راح باصص له الملك وقال له: بقول لك ايه، يلا بقى ورينا شويه سحر وحبه اكشن. انا بفكر ان احنا نجيب عبد من العبيد اللي هناك دهوت ونقطع رقبته. شكل العبد وهو بيتقطع رقبته ترجع اكيد هتبقى حاجه مسليه جدا. وانا بذبح الخروف المتقطع قدامكم واللي هتاكلوه كمان شويه وجدت متعه غير عاديه. بلع ديدي ريقه بالعافيه وقال للملك: يا مولاي صلى على النبي، مش كده، انا ما بستخدمش سحري قدراتي على البشر، انا بعمل الحوار ده مع الحيوانات بس، مش عشان نتسلى شويه نطير راس واحد يعني. بالفعل طلع ديدي من جيبه سيف ونده على الراس يجيبوا له وده وطير راس الوزه بالسيف. ديدي خلى الراس في حته والجسم في حته، وعمل عزيمه تحريه قدر يرجع بيها الوزه حته واحده. مش كده وبس، الوزه قامت وطارت وخرجت بره الجسم. انبهر الملك خوفو من اللي شافه وطلب منه يعمل الحركه دي تاني، وبالفعل قدر ديدي يعمل كده مع طور ومع بهتان. طلب الملك خوفو بعد كده من ديدي انه يصبح رفيق ليه ويفضل عايش عنده، بس ديدي شرط عليه: انا علشان اقعد معاك هاخد 100 جرة بيرة و1000 رغيف وطور كامل يوميا. انت عارف يومتي فاخده ضاني وكدرة فول و100 رغيف طيزر. ايه العك ده ايه؟ بحاول اخسس. ومن ساحر الوزة ديدي للملك خوفو بتبتدي حلقتنا، بس في البداية ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. أنا أدهم رجب، وجرعة النهاردة هتكون عن السحر والشعوذة. شعوذة أي الشعبذة، كما قال ابن خلدون في المقدمة يا جاهل. في البداية خلونا نفسر شوية في قصة عم ديدي. في تاريخ مصر القديمة ظهرت حكايات عن سحرة وكهنة عندهم قدرات مبهرة. الكهنة دول ما كانوش سحرة بالشكل اللي احنا متخيلينه، لكن كانوا فاهمين في علوم زي الفيزياء والكيمياء والميكانيكا والطب والهواء المضغوط. بيستخدموا كل ده عشان يبهروا الناس ويأثروا عليهم. كانوا بيعملوا حاجات زي ان هم يخلوا تماثيل تتحرك، تطلع صوت، تطلع نار، تطلع ميه، وكل ده من غرف مخفية داخل المعبد. قصة الساحر ديدي كانت مكتوبة من أكتر من 5000 سنة في بردية قديمة اسمها بردية ويستكر. اللي اكتشف البردية في الأساس كان هاوي آثار اسمه هنري ويستكر. يعني القصة حقيقية، أقصد هنا القصة نفسها من حيث الوجود التاريخي، لكن من حيث الأحداث في ناس شايفة إن الحكاية دي مجرد خيال أو مبالغة، يعني مش لازم تكون حصلت بجد. لكن برضه في علماء تانيين شايفين إن حتى لو كانت القصة فيها شوية تزويق، فهي بتعكس قد إيه المصري القديم كان مهتم بقوة بفكرة السحر وتأثيره على الناس. وخليني أقول لكم إن في ساحر معاصر قدر يعمل الحركة دي في برنامج تلفزيوني. مش كده وبس، ده قدر إنه يحط مكان راس الوزة راس فرخة، وراس الفرخة مكان راس الوزة، وخلاهم الاتنين يتحركوا.
ومع إن الخدعة سخيفة ومفقوسة جدا، لكن دي كانت جايبة صريخ تسقيف في الاستوديو. وخلينا أفكركم بقصة سيدنا موسى عليه السلام وقوله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كتير من المفسرين الإسلاميين بيقولوا إن سحرهم العظيم ده ما كانش إلا مجرد خداع بصر وشغل أحوال، والبعض التاني بيقول إنهم كانوا بالفعل مستعينين بالشياطين، ولكن لم يستطع كل شياطينهم إن هم يعملوا أكتر من إن هم سحروا أعين الناس. وعلشان كده لما شافوا المعجزة الحقيقية لسيدنا موسى ألقي السحرة ساجدين. ومن هنا خلونا نتكلم شوية عن تعريف السحر. السحر ملوش تعريف محدد للأسف، لكن ممكن نقول إنه تفسير البشر لأي شيء خارق ملوش تفسير أو عقولهم مش قادرة على استيعابه. خلونا أديكم مثال. يعني مثلا تخيل معايا أنا وحضرتك سافرنا عبر الزمن لعصر من العصور القديمة، وقعدنا نتكلم مع واحد من هناك، وفي وسط الكلام قمت مطلع من جيبي ولاعة واستخدمتها وطلعت منها نار، وبعدين حضرتك قمت مطلع تليفونك ومصور الراجل ده فيديو ووريته الفيديو. الراجل ده لما يرجع لقومه هيقول لهم إيه؟ هيقول لهم أنا قابلت 2 من أعظم السحرة في العالم، واحد فيهم حابس جني جوه قارورة سحرية وبيطلع منه نار، والتاني معاه صندوق سحري قدر يحبس فيه جزء من روحي ووراني روحي وهي محبوسة وبتتكلم كمان. وبنفس الفكرة دي تعالوا نتخيل راجل قاعد ما بين ألسنة اللعب والبابا، عيون حواليه من كل حتة، وبيعرف عنك أسرار وحاجات غامضة أنت نفسك ما تعرفهاش عن نفسك، وبيقدر كمان يخترق عقلك وأحلامك عشان يخوفك، وأنت مش فاهم هو بيقدر يعمل كده إزاي. فبتقول لصاحبك ربنا يجعل كلامنا خفيف عليك، ده أقوى وأشر ساحر أنا شفته في حياتي. بناء على الأمثلة السابقة تعالوا نصنف السحرة ل3 أنواع. النوع الأول وهو اللي ممكن نقول عليه الحاوي بتاع فتح عينك تاكل ملبن وشغل ال3 ورقات، وده عمو اللطيف اللي بيطلع الأرنب بالبربيطة في الحفلات، وده تقدر تقول عليه عالم أكتر منه ساحر، بيستخدم الفيزياء والكيمياء وخداع النظر وخفة اليد علشان يقدر يوهمك بحاجات غير حقيقية، وده الحمد لله إنه بيشتغل ساحر، لأن واحد زي ده وبالقدرات دي لو بيفكر يشتغل نصاب أو نشال ربنا ما يوريه. أما النوع التاني فهو النوع الأول لما يقرر بقى إن هو يشتغل نصاب، فيستخدم السحر زي الخداع وخفة اليد والهوكس بوكس ويدمجهم مع بعض مع علم النفس والفراسة والتنجيم مع لمسة إن كلام حقيقي زي بتاع الساحر الحقيقي والهجص ده كله، عشان في النهاية يطلع حاجة شبه اللي صورها لنا العظيم أحمد زكي في فيلمه العالمي البيضة والحجر. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون، ومقام سيدي الكتانوني لألعب بالبيضة والحجر. النصاب، الساحر، الفيلسوف يستطاع التعظيم. أما بقى النوع الثالث فهو أشرهم وأخبثهم، ساحر كافر فاقد لدينه ولنفسه، أغوته الشياطين عشان يسيب طريق الحق ويروح لطريق الباطل. وبالمناسبة هو كمان بيكون خليط من النوعين السابقين، حاوي فاهم في الفيزياء وخفة اليد، وكمان صح فراسة وذكاء اجتماعي وقدرة على فهم البشر واحتياجاتهم وأفكارهم وأوجاعهم. ومن المنطق ده تعالوا نحكي شوية عن بداية السحر. السحر بدأ مع بداية الإنسانية وبداية الصراع ما بين الشيطان والإنسان، اللي ما بين عبادة الله عز وجل واتباع الرسل وما بين طريق الغواية والشيطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خليني أكد لكم إن السحر هو هدية الشيطان لكل عبد قرر إن يخرج من مظلة رحمة ربنا عز وجل إلى شر الدنيا وجحيم الآخرة. وخلونا نبدأ مع البداية الحقيقية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بعد موت سيدنا سليمان عليه السلام بدأت الشياطين تحاول إنها تشوه معجزاته، وبدأوا يوسوسوا إلى أتباعهم إن سليمان ما كانش نبي من أنبياء الله ولا حاجة، ده كان مجرد ساحر، وكل الملك والقوة اللي كانت معاه دي من وسوسة السحر والشياطين. ولو عايزين تبقوا زي سليمان ما عليكم إلا إنكم تتبعونا وإحنا بقى نخليكم زيه. كان الشياطين زمان بيطلعوا يسمعوا أخبار السماء وحديث الملائكة عن أمور هتحصل في المستقبل، وينزلوا ينقلوها إلى أتباعهم من السحرة والمنجمين والمشعوذين. ولما تتحقق النبوءات دي كان الساحر يفرد نفسه ويقول
مش قلت لكم إني بعرف الغيب وعندي علم المستقبل؟ وفي الوقت ده ومع انتشار فتنة السحر بين البشر، نزل ربنا عز وجل الملكين هاروت وماروت علشان يعلموا الناس السحر. لما اختلط على الناس الفرق ما بين النبوة والسحر، كان لازم يكون في حد يعلم الناس الفرق ما بين السحر والمعجزة والكرامة والنبوة، وده كان دور هاروت وماروت. فتنة نزلها ربنا عز وجل ليقيم الحجة على الناس. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هاروت وماروت قالوا للناس إنما نحن فتنة، اللي يتعلم العلم اللي عندنا عشان يعرفه ويموت من غير ما يستخدمه يبقى نجح في الاختبار. أما بقى اللي اتعلمه عشان يأذي بيه الناس أو يفرق ما بين واحدة أو جوزها يبقى هو اللي جنى على نفسه. وده اللي بيعمله الساحر إلى يومنا هذا، بيجني على نفسه فقط. ودلوقتي بقى خلونا ننتقل مع السحر إلى أكتر من مكان عشان نشوف الناس كانت بتشوف السحر قديما إزاي. ونبدأ مع اليونان القديمة. في مكان بعيد اسمه كولشس على أطراف الدنيا تقريبا، كان في بنت اسمها ميديا. ميديا دي مش بنت عادية، هي حفيدة إله الشمس. كانت جميلة ذكية وساحرة بمعنى الكلمة، مش بس عشان بتقول تعويذ، لأ، دي كمان بتعرف تتعامل مع الأرواح وتخلط أعشاب وتعمل خلطات عن الحب، تقدر تعرف طالع وتقرا النجوم. وفي يوم من الأيام ظهر بطل يوناني اسمه جيسون. جيسون جه من بلده عشان ياخد حاجة اسمها الصوف الذهبي، قطعة جلد سحرية مرصعة كل الملوك بتحلم بيها. بس المشكلة إن الصوف ده محروس بتنين. هنا بقى تتدخل ميديا اللي أول ما شافت جيسون وقعت في حبه على طول، وقررت إنها تساعده. وفعلا استخدمت تعويذها ونومت التنين وخدت الصوف الذهبي معاها وهربوا سوا. بس الموضوع ما خلصش هنا، أهلها طردوها، فميديا والعياذ بالله قطعت أخوها الصغير حتت ورمته في البحر عشان أبوها يتلهف لما أشلاء ابنه ويبطلوا يطردوها. وصلت مع جيسون لليونان واتجوزوا وجابوا 3 أطفال، وهناك بدأت تساعده بكل قوتها. جابت له خلطات سحرية ونصايح وساعدته إنه يساعد الناس ويبقى بطل حقيقي. لكن عمنا جيسون بعد ما البية لعبت معاه قرر يخبط خبطة العمر ويتجوز بنت ملك الدولة اللي هم عايشين فيها. وتخيلوا معايا رد فعل واحدة سرقت أهلها وقطعت أخوها حتت ممكن تعمل إيه في راجل خانها. سافل خني مع واحدة واطية لابسة جونيلا قصيرة ومخططة رجلها كروهات ولف على رقبتها زي أحمر. أنا مش ندمانة إني قتلته، لو عايش هقتله تاني. أول حاجة عملتها بعثت للعروسة الجديدة فستان وتاج مسحورين. أول ما لبستهم النار مسكت فيها وفابوها وهما الاتنين ولعوا في ثواني. وبعدين تسكت؟ أبدا، قررت إن هي تقتل ولادها ال3 علشان يفضل جيسون متعذب طول عمره ويعيش بذنبه. في النهاية طلعت فوق أحد المباني وتحولت لتنين واختفت في السماء. ميديا مش مجرد ساحرة، كانت واحدة بتحب بصدق وبتنتقم بألم. القصة بتاعتها بتورينا إزاي السحر ممكن يبقى سلاح للحب أو الدمار. وفي اليونان القديمة الست اللي معاها السحر كانت دايما تتحب وكانت دايما برضه تتخان، سبحان الله. في اليونان كانت الساحرة زي ما شفنا في قصة ميديا ممكن تبقى غامضة خطيرة بس برضه قوية مؤثرة، المجتمع بيخافها بس في ناس كتير بتحتاجها وبتساعد ناس كتير. لكن لما الدنيا دخلت في العصور الوسطى في أوروبا الموضوع اتقلب 180 درجة. الساحرة بقت عدوة الكنيسة والناس بقوا يشوفوها شخص غريب، لا، بقوا يشوفوها الشيطان نفسه. في سنة 1487 ظهر كتاب اسمه مطرقة الساحرات، كتبه 2 من الرهبان الألمان، وكان عبارة عن كتالوج تعذيب وتعقب للساحرات. وفي الكتاب ده قالوا إن الستات أضعف من الرجالة وعشان كده الشيطان بيستهدفهم الأول، وبناء عليه فأي ست غريبة هي مرشحة بقوة إن هي تكون ساحرة. أي ست عندها علم، شخصية قوية، أو حتى شكلها غريب فغالبا دي ساحرة. في ألمانيا في القرن ال17 بالتحديد في بلدة اسمها فيردن كان في ست اسمها كاثرين هيل عايشة على قد حالها، أرملة مشهورة بإنها بتعالج الناس بالأعشاب. كانت طيبة ومحبوبة لحد ما واحد مات من جرعة أخدها منها. الناس خافت والكنيسة بدأت تشك وتقول لا 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 لا،
دي مش ست بتعالج بالاعشاب ولا حاجه، دي ساحره، دي بتتعامل مع الشيطان، ده العلاج بتاعها ده ما هو الا سحر مش طب. جم مسكوها وعذبوها ايام في سجن ظلمه، وطلبوا منها تعترف انها بتعبد الشيطان، ولما رفضت حرقوها حيه في ساحه عامه قصاد الناس كلها. الساحرات او الستات كانوا عاملين هوس كبير قوي في اوروبا في العصر ده، ومش عايز اقول على عكس الاسلام اللي كان بيكرم المراه وبيديها حقوقها مع ظهوره في نفس العصور تقريبا. طيب هو الساحرات كانوا ستات ليه؟ ببساطه عشان المجتمع الذكوري وقتها في اوروبا ما كانش متحمل وجود ست عندها سلطه او صوت او حتى معرفه مختلفه. ست فاهمه في الاعشاب يبقى شيطان علمها، عندها كاريزما وجمال، الشيطان ابن الهرمه هو اللي اداها جرعه الجمال. رفضت تتجوز عريس غلس تبقى متجوزه الشيطان. سلفتك متخانقه معاكي تبقى شيطانه، روحي بلغي عنها كنيسه، انت قاعده مستنيه ايه؟ ولا مش ساحره؟ ولا انت جاي يا عمر افندي عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي، ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا. ومن اوروبا لامريكا سنه 1692 في بلده صغيره اسمها سيلم في ولايه ماساتشوستس، ومحدش تاريق على الاسم عشان حاولت انطقه 100 مره وما عرفتش. البلده دي كانت ملتزمه دينيا جدا زياده عن اللزوم، وفي يوم شويه بنات صغيرين ابتدوا يصرخوا يتشنجوا يتصرفوا بغرابه، وقالوا فين السحرون؟ دول ستات بيشتغلوا في السحر. ومن هنا قامت أكبر حفلة هستيرية جماعية في التاريخ الأمريكي. حوالي 200 شخص اتهموا بالسحر، أغلبهم ستات وبعضهم من الأطفال أو الشيوخ. المحاكمات كانت عبارة عن تهم بدون دليل واعترافات تحت التعذيب، والنتيجة 19 شخص اتشنقوا، وواحد اتسحق بالحجارة، وغيرهم ماتوا في السجون. محاكمات سيلم أثبتت إن الخوف لو اتساب من غير عقل بيبقى وحش ياكل الناس. ومع الوقت وبعد ما الناس فاقت من الهوس الجماعي بدأت تسأل هو احنا عذبنا وحرقنا الناس دي ليه؟ في العصر الحديث بدأت المجتمعات تعيد النظر في كل ده. في ألمانيا، فرنسا، بريطانيا تم إصدار اعتذارات رسمية للساحرات. بعض المدن عملت تماثيل تذكارية للساحرات المظلومات، ومن ميديا الساحرة الشريرة المجرمة لكاترينا اللي اتحرقت وهي بريئة، لساحرات سيلم اللي راحوا ضحية الهستيريا. فكرة الست اللي عندها قوة كانت دايما مخيفة لمجتمع الظلم والجهل، واللي يأكد لك إنهم حلموا إنهم يكونوا ساحرات ويكون عندهم قوة خاصة، لكن كانوا في أول الصفوف بيهتفوا الموت للساحرات، الحرق للساحرات. وهنا ممكن أشوف الشيطان واقف ما بين الجموع بيضحك بشدة مرتين. مرة لما يشوف الساحرة اللي أغواها وهي بتموت بالحرق، ومرة تانية وهو بيشوف كل الجموع الغاضبة والشريرة اللي بتفقد إنسانيتها وبترتكب إثم لما الإنسانة دي تكون بريئة. تمن كمان أرخص من كده بكتير. اللي تؤمر بيه أنا عبدك. روحك روحي أنا أقدر أرجعك تعيش تاني وبالصورة اللي نفسك فيها. السحر عالم مليان قصص رعب وغموض وخيال، من أول كهنة مصر لساحرات اليونان لحد نيران أوروبا ومحاكمات سيلم. لكن في الحقيقة في حاجات كتير جدا عن السحر لسه ما استعرضناهاش، ومش هنقدر نستعرضها كلها في الحلقة دي، يمكن نستعرضها في حلقات جاية. بس وقبل ما نقفل لازم نقول كلمتين مهمين جدا. الدين الإسلامي ليه موقف واضح وصريح من السحر. السحر حرام شرعا، وممارسة السحر أو الإيمان بيه يعتبر من الكبائر، لأنه فيه تعدي على إرادة الله عز وجل واعتماد على غيره. وخليني أكد مرة تانية إن الإسلام حرم السحر، ما حرمش العلم، ولكن حرم أي سحر أو أي علم يستخدم في الشر. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، واكتبوا لي في الكومنتات تحبوا الحلقة الجاية تكون عن إيه. دمتم في أمان الله وبعيد عن أي سحر وسحرة، والسلام عليكم.